آفة التعمير في مصر. مشكلة الدولة المصرية في 50 سنة الأخيرة. يبدأ البحث من جذور المشكلة. 1. سوء التخطيط لوزارة الإسكان، حيث شرعت وزارة الإسكان في بناء تجمعات عمرانية عشوائية متناثرة في المحافظات، غير مؤهلة لإقامة حياة متحضرة، بل كانت في منتهى الفوضوية والعشوائية، فنتج عنها سلوك عشوائي لساكنيها، فخرجت أجيال غير متعلمة ينقصها الوعي، مما تسبب في عنف لفظي وتدني في الذوق، فعبر هؤلاء عن أنفسهم بالمهرجان، مما تسبب في أزمة للموسيقى المصرية بعد اكتساح المهرجانات سوق الغناء. 2. لم تهتم وزارة الإسكان بتطوير المهنة والحرفية لدى العاملين في المعمار، والتعاقد مع خبراء علم النفس ورواد التنمية البشرية لتطوير السلوك والسمو الأخلاقي للعامل، بل كان الإهمال هو السائد، سواء في توفير زي للعمل وطعام صحي متكامل العناصر الغذائية ومكان مخصص لنوم مريح يساعد العامل على مواصلة العمل بانتظام، وعناية صحية لتضميد الجروح، بل كان ينام العامل في مكان يملأه الفئران والقطط والبق والناموس وبلا مرحاض في كثير من الأحيان، مما أساء لسمعة العامل المصري محلياً وإقليمياً. بل لم تهتم وزارة الإسكان بتعليم العامل القراءة والكتابة والقليل من اللغات لتأهيله للسوق العالمي والدول المانحة للهجرة، فانعدم الإقبال على العامل المصري في السوق العالمي، وساءت سمعته إقليمياً، وقلت فرصه أمام عمال شرق آسيا، وضياع عائد مادي كبير كان سينعش خزينة الدولة ويحصنها وقت الأزمات. 3. استمرت فوضى وزارة الإسكان في التخطيط للطرق، فكثيرا ما يتم حفر كل الطرق المصرية بعد أيام قليلة من إنشائها بحجة نسيان توصيل الكهرباء أو خطوط الغاز، مما ساعد على انتشار التذمر والانزعاج عند الساكنين من ضوضاء إعادة الحفر وانتشار السخرية، أنهم يبحثون عن طعم للسمك وإهدار للمال العام. كان يمكن الاستفادة من أموال إعادة الترميم في تمهيد طرق جديدة أو صرف مكافآت للعاملين. 4. لم تهتم وزارة الإسكان بتجميل جانبي الطريق لتصبح بهية المنظر بالتحالف مع أساتذة الفنون الجميلة لوضع لمسة جمالية مستوحاة من التاريخ المصري، بل رفضت وزارة الإسكان زراعة لاندسكيب بجانبي الطريق، فقط مجموعة أشجار مبعثرة لا تسر الناظرين. 5. تصل فوضى وزارة الإسكان إلى ضيق الأفق، حيث تقوم سياستها مع بداية كل حاكم لمصر بإنشاء مجموعة من الكباري ومجموعة مساكن متناثرة، كما حدث مع الرئيس السابق مبارك من فوضى الكباري ومساكن السلام والنهضة وغيرها، هو ما حدث مع الرئيس الحالي بدءا بالكباري وحي الأسمرات. 6. لم تساهم المجتمعات الجديدة في تخفيف الضغط عن الوادي والدلتا بالدقة المطلوبة، بل اقتنصها المستثمر الصغير وأعاد تأجيرها للعمال، وهو ما يحدث في التجمعات الأول والثالث والخامس والعاشر من رمضان و6 أكتوبر. هذا الإرث تسبب في حالة كبت لدى المصريين بأن أي نجاح تتقدم فيه الدولة هو ليس مستفيدا منه، وهذه الإنجازات ليست له، ويلقي بهذا الكبت على الحاكم، أي حاكم، أنه لم يفعل شيئا. من حسن الحظ أن الوقت لم يمر والتاريخ لم يغلق صفحاته. نحن لن ننقد وفقط، ولكن سنقدم بعض الاقتراحات المهذبة. 1. إصدار فرمانات لكل شركات الاستثمار العقاري بعدم طرد أي عامل، وتوفير حياة آدمية وصحية، وتوفير مدرس لتعليم القراءة والكتابة، وتسهيل تعلم القليل من اللغات، ومدرب تنمية بشرية لتعديل السلوك. وبعد تطويره يتم تسويق المتميزين للسوق العالمي والإقليمي بدون تكلفة معاناة شراء قيمة عقد العمل. 2. الاهتمام بتطوير جانبي الطرق لتصبح بهية المنظر بإفساح المجال لطلبة وخريجي الفنون الجميلة، فلا يليق أن يكون الدائري متميز بعد التطوير وجانبيه آثار مباني مهدمة يمكن تعديلها بأقل الإمكانيات. 3. تسيير هذه الفرمانات على جميع مراحل عمليات الإنشاءات، سواء مصانع الطوب والأسمنت والحديد والمحاجر، وكذلك جميع القطاعات الخدمية أو الصناعية أو الزراعية، وتقديم حوافز للشركات التي تحقق الهدف. 4. إصدار فرمانات على جميع العاملين في المدن الجديدة الذين مر على عملهم أكثر من عامين ضرورة بيع عقاره في الوادي القديم وشراء وحدة في المجتمعات الجديدة. قريبه من مكان عمله والمصري سيجد الطريقة المناسبة لبيع وحدته القديمة لأحد أقاربه، ويتم وضع ختم على بطاقته بعدم شراء وحدة في الدلتا والوادي، وإلا سيقع عليه غرامة.
الخلاصة في هذا الفيديو هو الاهتمام بالعامل المصري، لأن الاستثمار في العامل ممكن يدخل مليارات لو أحسننا تدريبه وتأهيله للسوق المحلي والإقليمي والعالمي. سيحقق 3 مكاسب: سنكتسب عامل متعلم ومنظم وراقي أخلاقياً، وسينعكس ذلك على تربية أبنائه في المستقبل. سنكتسب مدن حديثة بهية المنظر، سنكتسب عملة صعبة بتسهيل سفره للخارج. إن كثيراً من انتقادات الأجانب لمصر بأنها dusty, policy and unorganized. فهل سيعمل المهندس ليجعل مصر beautiful and organized؟